المهم البنات كي دايرين لاباس عليكم كلشي بخير. ملي كتشوفوا اليوم جيت على حساب سكين بوستر. المهم حسيت بهاد الايام حسيت انه عندي العيا بزاف، راكم عارفين مع الجيران مع الدراري كانت عندهم عطله، فكنت كنجي معاهم بزاف الشمس وهذا، فحسيت براسي نيت سكين بوستر. دابا جيت نديرو ان شاء الله في الكلينيك، اول مره صراحه غنتعامل معاهم، وان شاء الله يا رب يكون داكشي كيف ما توقعت. المهم انا غندير جوج حصص، غندير حصه دابا وحصه نهار الجمعه ان شاء الله. وانتم معنا نوريكم الريزلت ان شاء الله من بعد. سلام بنات، نتمنى تكونوا بخير. ما نهضروا في الفيديو ديالي ما تشوفوا وجهي. يلا غسلته، المهم ما درت حتى شي نقطه ديال الميك اب. كيف ما كتعرفوا البارح شاركت معكم اني مشيت درت سكين بوستر، باقي فيا درت لي من هنا من هنا. المهم عندي حصه اخرى ان شاء الله من بعد 10 ايام، حيت قالت لي هاد الحصه، قالت لي انت خاصك جوج حصص ماشي حصه وحده، حيت لابو ديالي كانت عيانه بزاف. وقالت لي عاوتاني دائما اليومين الاولى كتحس حتى شي فرق، فهمتوا؟ يلا كتحس غير واحد التورم وهكا، من بعد ان شاء الله عاد هذه المهم اللي دقيت ابر النضاره هي سكين بوستر، ما قلتش لكم في الاول. فقالت لي دوزي يومين 3 ايام عاد يبدا يبان لك داك وجهك بدا كيضوي بهذا المعنى. ف المهم دابا نبدا معكم الفيديو. اول حاجه بغيت نشارك معكم مشتريات من زارا. غادي نحاول نقيسهم معكم دغيا باش نشوف واش غادي نرد شي حاجه ولا ما نردها. تاني حاجه غادي نحاول نهضر لكم على البيرمي، حيت وحده من المتابعات ديالي كانت قالت لي عافاك الا ممكن تهضري لينا على البيرمي ديال بريطانيا، كيفاش خديتي وهذا. فقلت انا حديته مغزل، غادي ندير معاكم ميك اب. انا كنقلب على البيرمي فين هو. او ماي جاد يا ربي السلامه، ما عرفتش فين حطيته. ها هو، هذا هو. انا ما عرفتش شنو خاصني نبين بالضبط على الرقم. UK driver license. اوكي، هذا هو البيرمي ديالي كيف ما شفتوا هنا، هذا هو البيرمي. فين بسطة سيبنا، ما تدوش على الحيط اللي ورايا، كلشي مخربق عندي، الدار مرونه. غادي نحاول ندير معكم سكين كير دغيا وانا معكم. المهم اول حاجه غادي ندير هي اختي هاد البوندو نجمع به شعري، حيت انا من داك النوع الا ما كنتش دايره البوندو ما نقدر ندير حتى شي حاجه. اول حاجه غادي نديرو هي هذا القطن. المهم البنات دابا غادي نحاول نمسح الميك اب. ماشي ميك اب، هي انا واخا غسلت وجهي داكشي صباح دابا نوريكم. دابا واخا كتغسلي وجهك واخا بحال كتغسلي وجهك ديما كتبقى بحال الغبره وداكشي في الدار، فهمتوا؟ المهم انا كندير هذا ديال فلورمار، كيكون هو بيض من تحت وزرق من الفوق. وغادي نمسح وجهي معاكم نوريكم. ولا ديما من فمي نحس بيه ناشف. طبيعة الحال الرقابة ضروري. تصور انايا مبقيتش كندير السلسلة، عندي جوج سلاسل ديال الذهب وما كنديرهمش، حيت هاد القضيه ديال انني ملي كنبغي ندير سكين كير لجسمي الوجه ولا شي حاجه خاصني وعنقي ضروري، انا الوجه هو العنق كنبقى هكا نتشطر معاها، فقمت حيدتها في مره حتى كتكون عندي شي حاجه شي خرجه. شوف غاسله وجهي، شوف اي كان بليف والله الا كان بليف، يعني راه سبحان الله. واخا تغسلي وجهك هنا ضروري خاصك تعقميه بهذا، شي تعقمي زعما تمسحي بلي بومون نوار، حيت البارح ما قصتوش مع كان دار لي بارد داكشي. يلا اليوم الصباح بكري غسلته ودابا نقي. شوف ما فهمتش ما فهمتش صافي. المهم انا شنو كندير في وجهي نورمالمون دائما، هذا هو الروتين ديالي. كندير هذا لا روش بوزي. دابا انا قلت ندير معكم سكين كير ولا عاد نهضر لكم على البيرمي باش ما داكشي ما يجيكمش ملخبط. المهم حاولوا في هذا الفيديو ديروا لي تعليقات، الاسئله اللي بغيتوني نجاوبكم عليها، شنو بغيتو تعرفوا عليا، لانه هذا الشيء كيخليني نتقرب منكم اكثر.
كيخليني نتقرب منكم اكثر، وفي نفس الوقت يعني كيساعد القناة ديالي انها تطلع بطبيعة الحال هادشي اللي بغيتو. درت هذا، دابا كنتبعو سيرافي ديال الشمس. المهم هذا هو الروتين اللي كندير تقريبا يوميا. الصباح بكري فاش كنغسل وجهي هاكم كنتهلا في راسي. المهم انا من داك النوع اللي ما كنديرش الماكياج بزاف. الفونديسيون كتبقى عندي حتى كنرميها، كنشريها وكنرميها، كنديرها غير مره وخصوصا دابا انا من داك النوع اللي كنبغي ندير ماكياج في الليل. في النهار ما عنديش مع الماكياج، يعني ماشي كيعجبني. كندير غير سكين كير كريم للوجه. اوكي، ندير هذا كنت خديته من شيئين. عندي ديال شيئين. عندي وحده مارك ولكن لا مارك ما عرفت فين هي. ان واي اكس بحال هكا. ما تخلعوش راه دابا يمشي داكشي. هذه غير بيدي. اوكي هنا غنرجع للبراط وندير كلاص. مرات بعض كندير اونتي سيغ لتحت، ولكن هي ما قلت خليه بلاش. صافي نقدر ندير غير شويه خمات فين هو الاونتي سيغ ديالي. نقدر ندير غير شويه على حساب ما يبقاش داك يقولوا لي يا ربي. الاونتي سيغ اللي كندير ديال تو فيسز ديال هذا سنو ميدن انتوي. هذا تو فيس هذا واعر بزاف. المهم انا غادي نحاول ندير غير شويه هنا وهنا وهنا. اوكي وهنا هاد البلايص وميكسي. لما نحاول ما يكونش معيق بزاف. هاد ولات الكلاعات خديتها من فلورمار، ماشي فلورمار، ماشي شي غرام. انا كندير نسالي دابا. هذا راه ماشي كنديرو دايما باش ندير ميكاب الخارجه، ما كنديرش هكا غير دابا كنصور بدا اشكل بدا صغير درتو. اما ما كنديرش ميكاب الخارجه نهائيا الا كنت غاديه في الليل خارجه انا وراجلي ولا انا صاحبتي مثلا. otherwise غير هاد البلايص خاطر هاد البلايص ماشي نعاود نديرو بس مكنتش ولا غير باش اضاءه في الكاميرا ما عجبتنيش بزاف صدق سبحان درتها هنا. المهم كل واحد في الطريقه ديال كي كيميكسي. انا هكا كنبقى حنقز ما كنجلسش في بلاصه واحده، ماشي بروفيشنال في الميكاب. قلت لكم ما كنديرش بزاف. انا ما نقدرش مثلا ندير هاد البلاصه تاع نسلم هاد الجهه، لا انا ندير شويه هنا ونجي نقز هنا ونجي نقز هنا تكون بحالي. المهم غير باش ما يبقاش وجهي داير. كده بقى انا كنشوف في التليفون انا ما خصني كنشوف الميرا. هاد الميرا الناس راه كتشارجو كيكون فيها الضو غير انت ما شارجيتهاش. نعتقد صافي نسيت كلشي تقريبا. شنو الحركه الثانيه اللي غادي ندير؟ هي نعاود ندير البلاش. هكذا غنلقى ديال الفلورمار زوين. نعاود ندير البلاش ولا نسيت انا الخيط ديال الفلورمار هكا صايب وكيمات فيهم هاد الماكياج اسف. هادي ديال الفلورمار كنتو متابعيني راه كنت سجلت لكم فاش كنت مشيت لليوم في رمضان مشيت عندهم. ندير هاد اليدين كيعجبني اليدين هاديك الباش كتعجبني في الباودر. صافي غندير شويه ديال قولي لي نتيا درتي ما درتي مكياج شويه درتي مكياج غير شي حاجه خفيفه باش ما تبقاش العين هكا. صافي غادي ندير دابا ماسكارا ديال لانكوم. كيف دقيقه
نسافر ان شاء الله ونمشي نقض في راسي. طاحت المرايه. قلت لكم حتى نقرب نسافر. ندير رموش. واحد الكحله يلا خديتها من شي غلام هادي، نجربها معكم. شي كتكون بحال هكا زوينه حتى الغلاف ديالها. شوف صافي سالينا. غادي نجي للجد والجديد. دابا غادي نتقاد معكم ان شاء الله. نخلي البوندو ولا نحيدو؟ شنو بان لكم؟ احسن نخليه. اعتقد شنو تقولوا لي من بعد. المهم دابا غادي نجو للجد اللي هو البيرمي ديال بريطانيا. كيفاش خديت البيرمي فجات لبريطانيا، وعلاش ما ماشي ترجمت وانما علاش ما حولت البيرمي ديال المغرب البيرمي ديال نسوق به هنا. اول حاجه البنات، هنايا ملي كيكون عندك بيرمي من دوله من الدول اللي كيحتاجوا الفيزا داكشي بحال المغرب المهم الجزائر وتونس داكشي ما كيعترفوش به هنا. عندك الحق تسوقي به انترناشونال، تسوقي به عام اوكي، وكتخلصي غالي شويه لاسورانس وداكشي ديالو كيكون غالي. كتسوقي به عام من بعد خاصك اجباري عليك ديري البيرمي ديال بريطانيا. بالنسبه للناس اللي عندهم الجنسيه الفرنسيه الاسبانيه الاتحاد الاوروبي عامه او امريكا بامكانهم يسوقوا هنا بالبيرمي ديال محتمل لمده عام، ولكن ادفانتاج اللي عندهم انهم محتاجينش يدوزوا البيرمي ديال بريطانيا. يعني غير هذاك البيرمي اللي عندهم يبدلوه، كيتدفعيه سميتو كيعطوك البيرمي ديال بريطانيا. فهمتوا كيفاش؟ ولا كتخلي عندك هذا، اعتقد تقدري تخليه عندك. ف يعني ديال الاتحاد الاوروبي معترف به هنايا. فانا كان عندي ديال المغرب اصلا العام الاول كاع ما قدرت صراحه نسوق لانه كان ضروري خاصني نحرق سوايع وداكشي. فقلت انا بلا ما نخلص لاسونس غاليه وهذا غادي ندير البيرمي ديالهم من الاول. فشنو درت؟ اول حاجه حجزت لا شديت بعد واحد لابليكاسيون غادي نخليها لكم هنا سميتها 4 ان 1. هذه 4 ان 1 واعره بزاف، هذه نفعتني بزاف لانه صراحه بها تعلمت بزاف د الحوايج. ابليكاسيون كتريشارجا كتخلص تقريبا 5 باوند تقريبا 4.99 باوند اللي هي 5 باوند تقريبا اللي هي تقريبا 60 درهم مغربيه. كتخلصها كتبقى لك شحال يعني ماشي مدى الحياه ولكن كتبقى لك واحد المده معينه 3 سنين 4 سنين هكا. فكنت كنقرا فيها تيوري حيت هنا البنات كاين جوج حوايج عندنا. كاين عندنا التيوري فيه جوج حتى هو فيه الهازارد وفيه بحال هكا اسئله فيه 50 سؤال والهازارد عاد البراكتيكال. التيوري هذا ملي كدوزيه عندك الحق تجلسي عامين. الا دوزتي عامين ما دوزتيش البراكتيكال صافي كيمشي لك كتعاودي ديري التيوري. انا غنحكي لكم التجربه ديالي خاصه، انا دوزت 6 مرات وما شاء الله 2 مرات نجحت فيهم. المهم تليشارجيت هاد لابليكاسيون بديت كل ليله كنحفظ في الليل بهاد لابليكاسيون. كندخل كنشوف الاسئله عندهم بحال موك تيست اللي هو امتحان تجريبي كنبقى نديرو كل ليله. مره كنجيب 10% مره 20%. المهم بقيت حتى وليت كنجيب 100% في الاسئله. حسيت براسي ريدي لا بالنسبه للاسئله التيست ولا بالنسبه للهازارد. الهازارد هو انك كتشوفي فيديوهات، انا نحاول نعطيكم واحد المقطع تشوفوا. كتكوني مثلا كتشوفي فيديو انك كتسوقي اوكي وكتشوفي البلايص اللي خاصك تستخدمي فيهم، اما تنقصي السرعه يا اما توقفي يا اما ديري شي رياكشن. فكتكليكي على الشاشه بحال هكا. المهم عندك الحق يعني تكليكي على الشاشه 10 المرات. هذاك الا بقيتي مثلا غير كتكليكي كيعتبروها غش ولا خطا فكيلغيو لك هذاك الامتحان. ماشي الامتحان كيلغيو لك هذاك الهزار كتسقطي فيه. فالصوت دائما منين كتكوني كيكون فيديو كيبينوا لك راسك بحال انت سايقه قدامك مثلا واحد الدري قاطع من الشانطي. انت في هذيك اللحظه نو اوتوماتيكمون غادي ديري الرياكشن، غادي تكليكي على الشاشه انك زعما راه غادي تنقصي السرعه ولا غادي توقفي ولا وات ايفر. مثلا تيقول لك عندك واحد اللفه بحال هكا واحد الطوموبيل جايه
نفس الشيء غادي تشوفي الطوموبيل غادي اوتوماتيكلي غادي تكليكي على الشاشه. علاش؟ لانك هي اوتوماتيكمون غادي توقفي سو ما غاديش توقفي، غادي تنقصي السرعه وغادي تكحزي شويه باش ديك الطوموبيل دوز. المهم anyway كاين بزاف د الحوايج. الهازارد ماشي كومبليكيتد، فيري سيمبل، خاصك غير ديري معها عقلك. راه ما شاء الله يعني كنعرف انا ناس ما عندهم لا لغه لا والو، ما عمرهم دخلوا المدرسه ونجحوا في البيرمي. سو ما يخلعكمش نهائيا البيرمي خصوصا التيوري. الا تيليشارجيتو هاد لابليكاسيون غادي نحط لكم 100% غادي تنجحوا في التيوري. فالمهم البنات انا نجحت فيه المره الاولى وبديت كنحرق السوايع مع واحد السيد. هنا صراحه المشكل هنا في البيرمي في السوايع انه شويه غاليين. يعني انا ديك الساعه بعدا فاش بديت كانت 5000 ريال شويه ولا 6000 ريال شويه مغربي، انا كنهضر بالمغربي، يعني 250 درهم 300 درهم حتى ولات دابا 600 درهم للساعه. تصوروا انا في 2018 بديت كندوز البيرمي. ما عليناش، هذه اول مره. فالبنات قلت لكم دوزت التيوري الحمد لله، دخلت من اول مره نجحت. دوزت الامتحان، كتدخلي كتلقاي المكتب، كتعطيهم المهم انا كنت كندير الاقامه، باقي ما عنديش الناسيوناليتي، ما عنديش الجنسيه. كتعطيهم الاقامه، كتدخلي كدوزي امتحان بالكمبيوتر، كلشي بالكمبيوتر، كتجاوبي على 50 سؤال. من بعد ال 50 سؤال تدوزي الهازارد. الهازارد تقريبا 14 سؤال فيه، 14 سؤال. الا جاوبتي غير على 7 منهم راه نجحتي، لا 7 منهم زعما راه مزيانه. صافي ديك الساعه كتخرجي تيعطيك واحد السيرتيفيكيت كيقول لك يا سقطتي يا نجحتي. انا الحمد لله نجحت. فديك الساعه هضرت مع واحد السيد قلت لي بغيت نحرق معك السوايع، كتعطيو لي صاحبتي الرقم ديالو. صافي بديت كنهضر انا اني واي. كاين واحد السؤال عاوتاني، واش اوتوماتيك ولا مانوال؟ انا اختاريت اوتوماتيك، رغم انه النصيحه ديال انكم تختاروا مانوال. علاش؟ حيت الا خديتي المانوال وكتقدري تسوقي طوموبيلات بجوج، كتقدري تسوقي الطوموبيل اللي كتخدم بالبروميير دوزيام وهذا اللي فيها لومبرياج، وكتقدري تسوقي الاوتوماتيك كار، طوموبيل اوتوماتيك. الا خديتي غير البيرمي ديال الاوتوماتيك خاصك تسوقي غير طوموبيل اوتوماتيك، ما تسوقيش طوموبيل المانوال. بحال مثلا انا دابا راجلي عنده طوموبيل مانوال ياك اللي فيها البروميير دوزيام وداكشي. انا ما كنقدرش نسوقها حيت البيرمي ديالي ما كيخولش ليا نسوق الطوموبيل ديالي، ولكن هو عنده مانوال كيسوق طوموبيلته وكيسوق طوموبيلتي. هذا هو الفرق. نتمنى تكونوا فهمتوا. ما عرفتش وصلت لكم الفكره ولا لا. اني ف شوف هذا واش كيسجل. فقلت لكم خديت البيرمي، هضرت مع السيد قال لي واش بغيتي مانوال انا ولا اوتوماتيك، حيت هما حتى هنا اللي كيعلموا راه واحد، راه ما كيعلموش كلشي باش نجيكم صريحه. يعني ما تلقايش واحد كيعلم مانوال اوتوماتيك، يا اوتوماتيك يا مانوال. هضرت معاه قال لي اختي انا مثلا ندوز اوتوماتيك، انا كندوز مانوال، ولكن راه كاين صاحبي يخدم معاك نفس الشركه نفس الكومباني. قلت لي صافي. بدا كيعلمني السيد، كنخرجوا كيديني واحد البلايصه كفلو، كان كيديني بلايص خاويين. زعمت شويه، شريت واحد الطوموبيل صغيره حيت هنايا كيعطوك باي ذا واي فاش نجيكم بالفكره سما قلت لكم كتخرجوا واحد البطاقه سميتها بروفيجنال لايسنس. هذه قبل البروفيجنال لايسنس، بطاقه بحالها بحال البيرمي فيها تصويرتك فيها كلشي. هذه كتخولك انك تعلمي او تسوقي الطوموبيل ديالك، ولكن بشرط يكون حداك شي حد عنده البيرمي 3 سنين الفوق وعنده فوق 21 عام. هاد الجوج يعني 3 سنين، يعني مثلا عنده البيرمي شحال هادي شادو قديم من فوق من 3 سنين الفوق، وهو يكون فوق 21 عام. يجلس حداك وكتعلقي في الطوموبيل راه ال حرف ال، ديك الساعه تقدري تسوقيها بوحدك. سو هادشي اللي درت انا. شريت طوموبيل صغيره باقا عاقله، شريت فولكسفاجن اي ثينك، شريتها رخيصه صراحه، شريتها غير ب المليون ولا مليون ونص 6 مليون هكا طلعت ليا. بيضه صغيره فيها غير جوج بيبان حيت ديك الساعه باقي ما كاينينش الوليدات. فشنو كنت كندير في الصباح مثلا كنخرج مع داك اللي كيعلمني كيحرق لي السوايع، في العشيه كيخرج معايا راجلي حيت راجلي قديم في البيرمي وفوق 21 عام، فالسو عنده الحق يجلس حدايا ونسوق. كنا كنمشيو وحده الدار كندورو. صافي انا رخيص ايديا، صافي قلت انا غندوز البيرمي غادي ننجح فيه ان شاء الله. اللي وقع انه في ديك الفتره انا حملت بنتي، فكان لوحم صعيب، كان كيجيني الراس بزاف شقيقه وداك الشيء وهم. صافي قلت بلاتي وقفت واحد شويه، قلت حسن ولد زعما عاد نديرو. فاش ولدت انا وبغيت نرجع ندير يعني ندفع البيرمي ندفع الامتحان الاكزام، لقيت انه التيوري ساهله. كيف ما قلت لكم التيوري كيجلس عندك عامين، كيعطوك واحد الورقه سيرتيفيكيت كتجلس عندك عامين. الا فاتت عامين ما عندكش الحق، خاصك ديري عاوده تيوري ثاني. فنفس الشيء درت. المهم فاش كبرات بنتي شويه ولات معتمده على راسها وهذا، عاودت تيليشارجيت الابليكاسيون من جديد حيت كنت مسحتها. مع ان صافي فاش نجحت في التيوري مسحت كلشي من التليفون باش كيخوالك التليفون. عاودت تيليشارجيتها واللي حبيت انه فاش عاودت تيليشارجيتها ما خلصتش ثاني،
حيت ديجا انا مخلصه. عطيتهم غير الايميل ديالي، قال لي عقلنا عليك انت راه هذا صافي، يعني ما محتاجاش تخلصي ثاني. فعاودت عاوتاني كنحفظ كنرجع، حيت راه مستحيل يبقى داكشي في دماغك مده عامين، خصوصا انك كدوزي مرحله انك سينجل عازبه، يعني ما عندك وليدات، كدوزي المرحله انا عندك وليدات، العقل ديالك اصلا ما كيبقاش يستوعب، وما كتبقاش عندك ديك الذاكره. انا بالنسبه لي ما بقاش عندي الذاكره اللي كنحفظ اليوم كنسى الغد ليه. فالحمد لله. المهم عاودت حفظت داكشي في ديك لابليكاسيون، ما دوزت تقريبا فيها 15 يوم بالضبط، حيت ديجا كنت حفظت فيها شحال فبقاو عندي شي افكار. فصافي واحد النهار قلت لراجل انا مستعده نمشي ندوز الامتحان. مشيت دوزت الامتحان، هذا نجحت فيه الحمد لله، تيوري لثاني مره بمعدل زوين بزاف، حسن كاع من المره الاولى. المره الاولى تقريبا كنت 45 على 50، هذه المره كنت 49 على 50 which is good. حتى الكونفيدنت يعني الثقه زادت عندي. وهضرت مع السيد اللي كيدوز ليا، اللي كان كيحرك ليا السوايع، قال لي ديك الوقيته، قال لي انا عندي عامر فول ما نقدرش. وانا صراحه كنت محتاجه ديك الوقيته انتنسيف كورس بحال نشرح لكم. دابا انا فاش كنت في الاول كندوز البيبي مع السيد قبل ما نولد، قبل زعما اصلا ما نحمل اصلا، كنت كندير مره في السيمانه ولا 2 مرات في السيمانه كيجيني كيعلمني صافي. فديك المده فاش ما كتكون قليله، فهمتوا. وانا كنت ديجا في المره الثانيه كنت ديجا حجزت الامتحان في اكتوبر، باقا عاقله. كنت حجزت في اكتوبر وكنا في شهر 8، يعني باقي ليا شهرين، وخاصني ديك الشهرين خاصني المهم نسوق فيها، حيت هنا الصراحه ابسط حاجه ديريها يسقطوك فيها، وكنت خسرت فلوس نيت. غنشرح لكم انا المهم من بعد ونقول لكم شحال خسرت بالضبط في الطوطال داكشي كامل. فالمهم هضرت معاه، قال لي انا ما نقدرش نجيك يوميا، انا عندي بزاف يعني حاجزين معايا ناس. قال لي انا نعطيك واحد السيده، لا يا ربي تسمح لي، واحد البنت سوريه صاحبتي هي اللي عطاتني رقم هذيك السيده، سميتها جوليا، كنوجه لها تحيه من هنا، واخا ما غاديش تفهمني شنو كتقول وما عرفتش متابعني ولا ما متابعنيش. المهم الله يعمرها دار، هي تقريبا من بولندا ولا من اوكرانيا شي حاجه بحال هكا، وكتعلم مزيان وكتعطي الخاطر. وصراحه انا كنصح انك تعلمي مع امراه، الا كنتي بنت تعلمي مع امراه احسن ما تعلمي مع راجل. علاش؟ لانه المراه بحالها كتقدري تكوني منفاتحه معاها، تهضري معاها، تمشي لك حيت داك ستريس. الراجل كتبقاي ديما مخلوعه وديما ستريكت. فالمهم عيطت ليها، هضرت معاها، قلت لها انا بغيت انتنسيف كورس اللي هي تجيني يوميا الا السبت والحد. بطبيعه الحال انتنسيف كورس كيكونوا شويه غاليين زايدين في الثمن. فانا فاش كنت كندوز مع السيت كنت كندوز غير ب 250 درهم، هي معاها كنت كندوز 350 درهم، يعني من بحال نقولوا من 20 اورو ل 30 اورو هكا، سوري من 20 باوند ل 30 باوند. وليت كندوز معاها ب 30 باوند، قلت ماشي مشكل راه كتجيني يوميا وهذا، وكدير معايا الخاطر صراحه بزاف. صافي دوزت معاها 15 يوم، المهم ماشي 15 يوم، 15 حصه. ها باقا عاقله، حيت هي كل سيمانه فيها 5 ايام، 5 ايام في 5 ايام 5 ايام، هي 15 حصه. صافي هي قالت لي يو ار ريدي، قالت لي صافي راني، ودات لي الموك تيست 2 المرات. الموك تيست كدير لك بحال الامتحان، كتجلس معاك ملي كتشوفك واجده كتقول لك انا غندير لك امتحان وغنشوف واش انت واجده فريمون باش تمشي الامتحان ديالك الحقيقي. فركبات حدايا باقا عاقله يومين قبل الامتحان، ركبات حدايا في الطوموبيل، قالت لي تعاملي معايا كانني انا التيتشر ديالك. باي ذا واي قبل ما ندوزو انها تعاملت معايا بالتيتشر، كاينه واحد الحاجه سميتها انا نعاود نكتبها لكم هنايا، واحد الاسئله كيسولهم لك، هم 14 سؤال تقريبا كيسولهم لك الاستاذ اللي غادي يدوز لك الامتحان براكتيكال اللي كيجلس حداك، او الاستاذ على حسب. فهذاك الاستاذ اللي كيجلس حداك تيسولك 14 سؤال، سواء خاص حفظيهم. مثلا جوج حوايج كيكونوا هما، كيكونوا جوج اسئله اصلا. السؤال الاول كيكون شفهي، مثلا باش كتدخلي الطوموبيل تيقول لك شنو كديري اول حاجه مثلا فاش كتجلسي، مثلا كتشوفي الكرسي واش مقاد، كتشوفي المرايات واش مقادين، كتشرحي لي هاد ليزوبشن. انا غنحط لكم الاسئله بالضبط اللي كيتحطوا. او مثلا تيقول لك تيسولك مثلا على شي حاجه في الطوموبيل، تيقول لك مثلا فتحي لي القدام ديال الطوموبيل وريني بحال كديري الزيت. انت ما غاديش ديريه، غير كتوري لي، غير كتشرحي ليه. او بحال كديري الماء، او بحال المهم شي حاجه بحال هكا اللي هي ماشي حركيه، ما تحتاجش الحركه، غير هضره. صافي فاش كتنجحي في هذا الاول، حتى هذا الاول ما نجحتيش فيه بلا ما تكملي سيري في حالك. صافي جلست حدايا، هي سولتني هذا السؤال وجاوبتها، قالت لي روكي دابا بداي تسوقي. صافي كديري المهم انا قلت لكم اوتوماتيك، فكانت اوتوماتيك الكار، كدير الدرايف، كتبقاي ماشيه هكا في النص ديال انت الدرايفين ديالك
خاصها تسولك السؤال الثاني. السؤال الاول راه دزناه، هذاك في اول شيء كتسولك قبل كاع ما تركبي الطوموبيل ولا فاش تركبي الطوموبيل بقى كاع ما سقتي. السؤال الثاني كيكون انك كيفاش كتكوني صايقه، كتقول لك مثلا خدمي السوي كلاص ديال وايبس، مثلا ديري الماء ومسحي الطوموبيل، او خدمي الفور سيجنال، الهازارد، هادي شي يقولوا ليها الهازارد فور سيجنالز. المهم 4 السينيالات، بحال مثلا ملي كتكوني اون بان ولا شي حاجه. خاصك انت فاش تقولها ليك خاصك تكوني صايقه وتشوف الحركات ديالك، واش غير غتقولها لك غادي تبركي عليها، ولا انت خاصك تشوفي في المرايات ياك ما حداك شي حد ياك ما وراك شي حد، باش يعني ملي غتقولها لك راه ماشي بالضروره ديري هذيك الساعه. خاصك تشوفي البيئه اللي انت دايره بك واش مناسبه انك ديري هذيك الحاجه. فهمتوا كيفاش؟ يعني واش تكليكي على الهازا، يعني هذاك الفور سيغنال مثلا. انا ما يمكنش نبقى سايقه الطوموبيلات ورايا الطوموبيلات قدامي ونكليكي على الفور هازا، الناس اللي ورايا قدامي غيفهموا انه كاينه شي حاجه. واخا هي الطوموبيل معروفه انها ديال البيرمي ديال السوقان ديال تعليم السياقه زعما. فبقى عاقله انا فاش كنت غادي قالت لي طلعي اللي السؤال اللي سولتني هي قالت لي طلعي الزاج وهبطيه اللي حداك. فانا فاش كنت غاديه المهم درت بحال هكا في المرايات، شفت المرايه الوسطانيه، المرايه اللي من جهتي، المرايه من جهتها، غير باش نتاكد ان ما كاينش شي حد وصافي. رغم انه طلعي الزاج وتتهبطي ما عندوش علاقه انك تشوفي، غير كتبيني ليها انك راك دايره بالك. اهم حاجه المرايات ديما فاش تكوني هضر بحال هكا المرايه، حيت هما تيدوا بزاف على سميتو كيشوفوا زبزه واش كتشوفي في المرايه. صافي هبطت الزاج طلعته مشيت. هذا السؤال ثاني دزتو الحمد لله. فاش كنا غاديين عاوتاني قالت لي شوفي بغيتك الباركينغ عندنا 3 الحوايج ولا 4 الحوايج في الباركينغ. الباركينغ يا اما مثلا كتديك لواحد بارك كتقول لك دخلي الطوموبيل بين دوك 2 خطوطه. ملي كتقول لك دخلي الطوموبيل 2 خطوطه يعني خاصهم يكونوا بين 2 خطوطه، ماشي تجي فوقها ولا خارجه شويه تقولي نو، خاصهم يكونوا الوسط. اوكي هذا الاولى. او كتقول لك رجعي مارشاريان. اوكي يعني كترجعي مثلا الباركينغ فيه 2 حوايج، يا اما كتباركي فورورد للقدام كتجي كتدخلي نيشان، او كتقول لك بغيتك تباركي في هذا الباركينغ ولكن ما تدخليش نيسان، سيري ورجعي. فهذا السؤال الثاني. الثالث هي انك كتكوني غاديه في واحد الشارع طويل عادي حتى كتقول لك باركي في الجنب. انت بطبيعه الحال ما غاديش يعني حيت هنا مثلا الباركين على جنب عندنا حتى هو فيه بزاف د الحوايج. عندنا مثلا كاينين الا كان خط احمر راه ممنوع عليك تباركي، واخا تقول مثلا تقدر هي تقول لك باركي هنا ولكن انت تشوف الخط الاحمر ما تباركيش ديك الساعه، دوزي تفوتي داك الخط الاحمر عاد باركي. او مثلا بلاصه الطوبيسات او واحد البلاصه فيها 2 خطوط صفر، هادو هي دابا كتجربك كتشوف واش راد البال ولا لا. انا داكشي اللي درت ليا فاش كنت غاديه، كان واحد الشارع فيه 2 خطوط صفرين ممنوع عليا نوقف تماك، ولكن القدام غير كدوزي واحد شويه كتكون شايفه المسافه، كدوزي واحد شويه كتلقاي واحد الفراغ عندك الحق تباركي فيه توقفي فيه الطوموبيل. فهي كانت قالت لي عافاك الا ممكن تباركي هنايا. انا الحمد لله ما يعني درت بالي مع الخطوطه، قلت لها الخطوطه صفراء كتجربني. فبقيت غادي المهم درت السينيال على اليسار انني غادي نباركي باش الناس اللي ورايا يعرفوني راه غادي نوقف. بقيت دايزه حتى دزت دوك الخطوط الصفرين ووقفت. غادي نحاول ندير عتلي لكم شي تصويره باش نشرح لكم الخطوط الصفرين ديال الطريق بحال كيكونوا. صافي وقفت جلست واحد شويه، عطاتني تقريبا مده دقيقه نتنفس هكا، انا حتى حي شافتني مخلوعه. قالت لي شوفي فاش نقول لك دوز خرجي يعني صافي كملي الطريق. نفس الشيء فاش كتكوني تقول لك خرجي خاصك اول حاجه تشوفي المرايات ياك ما يجي شي حد من الطريق ديالك، ياك ما يجي شي حد هكا وكديري السينيال عاد كتخرجي. يعني هاد البروسيس ضروري، يعني ماشي مثلا غير قالت لك خرجي تجي خارجه نيشان، نو خاصك ضروري تطبقي هاد الشيء قدامها هي تشوفو. فهمتي؟ واخا انت مثلا تقولي حكا راه ما كاين حد في الشارع، واخا ما يكونش شي واحد في الشارع تشوفي المرايه تبيني لانك شفتي المرايه انك درتي السينيال وخرجتي. فهذا دزتو صافي ودوراتني من الرونداباوت اللي هي الرومبات كتشوفك بحالاش كديري بالضبط. صافي شافتني درت كلشي مزيان قالت لي صافي برافو عليك راك تقدري دوزي الامتحان. الحمد لله من بعد يومين جا وقت الامتحان. انا غادي لكم وقت الامتحان ما غاديش نشرح لكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل، ولكن غادي نقول لكم تو تيبس خاصكم ديروهم نهار الامتحان. اول حاجه حاولوا تحجزوا الا كنتو في بريطانيا، حجزوا من 10 للوحده ولا من 9. المهم من 9:30 للوحده او من الوحده ل3. من بعد 3 كيكون الزحام حيت الناس كيكونوا خارجين من الخدمه، الناس كيكونوا خارجين من المدرسه، ولادات خارجين من المدرسه، فغادي تستريساي بزاف. فانا من فضلت انك دوزي في الوقيته اللي كيكون شنو الشوارع خاويين. المهم ما دوزيش قبل 9 وما دوزيش من بعد 3. هذه اللي غنصحك دوزي من بين 9 و3 هاد الوقيته. فانا كنت حجزت من حظي
حجزت من 10 ل 11 كان عندي بكري. هذه اول تيبس خاصكم ديروه. ثاني حاجه الا حجزتوا بكري فيقوا بكري، فيقوا بكري باش تحيدوا منكم داك الستريس. انا الحمد لله اول حاجه درت فقت بكري، صليت الحمد لله وكل شيء، وطلبت الله ان يوفقني في هذاك النهار، لانه فريمون خسرت بزاف د الفلوس. انا غادي نقول لكم دابا الطوطال شحال خسرت بالضبط في العام، في ديك الفتره بين العام الاول والعام الثاني. ثاني حاجه كولي بنانه، شربي قهوه بعدا في الصباح بكري شوي حتى تكوني مثلا غاديه الامتحان، كولي البنان. البنان راه فريمون كيحيد ستريس. او كولي علكه اللي هي المسكه. انا صراحه ما كنتش كناكل المسكه، انا كناخذ دائما نوريهم لكم واحد، بلا نوريكم بلاتي واحد شويه نوريهم لكم واحد ساشيات هكا كيكون فيهم واحد الحبوب فيهم بحال النعناع، كتبقاي تمسح. حتى انا ما عنديش مع المديغ، داكشي ما كنعنديش معاها، ما كنحبش ندير المسكه، وانما كانت تعجبني واحد الحاجه بحال الحلوه كتبقاي تمسها في فمك حتى كتذوب. اوكي انا النكهه اللي بغيتي انا كنشري دائما ديال النعناع هكا كيخليني فريش وكيحيد مني ستريس. فهاد جوج حوايج، هاد 3 الحوايج اللي قلت لكم خاصكم تطبقوهم. تحجزوا بكري، يعني الامتحان ديروه في الوقيته اللي ما فيهاش الناس خارجين، تشربوا قهوه ولا تاكلوا بانان على الصباح لانه فريمون كيحيدوا ستريس، وتاخدي هاد الحبوب اللي قلت لك، او مسكه تاكليها وانت ماشي دوزي الامتحان، حيت حتى هي كتحيد ستريس، ديك الخلعه ما كتبقاش فيك. صافي كتمشي كتعطي الاوراق ديالك، كتعطي البروفيشنال لايسنس اللي عندك، كتكوني ديجا لما كتصوريش وكتعوقي على واحد الورقه. صافي كتمشي لباس الامتحان، كتخرجي مع داك السيد كيف ما قلت لكم، كيسولك السؤال الاول، من بعد كيقول لك رانكي طوموبيل، من بعد كيقول لك باركي. الحمد لله انا بالنسبه لي امتحاني كان في ايزي الحمد لله. كاع دوك الشوارع اللي داني منهم السيد اللي كان دوز لي الامتحان هما نفس الشوارع اللي كانت كتعلمني فيهم السيده، حيت ما شاء الله لا هي عارفه الشوارع اللي كيدوزوا فيهم الامتحان هنا. حيت تقريبا مده الامتحان ساعه بالضبط، ساعه كتبقاي تدوري. المهم واحد الحاجه نسمع قلتها لكم، فاش كتكوني غاديه عندك جوج حوايج، يا اما تيقول لك تيدير لك ديك النافيغيشن اللي هي الجي بي اس، تيدير هو واحد البلاصه تيقول لك تبعيها. اوكي تيقول لك تبعي هذه واحد مده 20 دقيقه، تيقول لك تبعي هذه البلاصه، و20 دقيقه الاخر تيبقى هو يقول لك مثلا، تيقول لك دوري من اليمين دوري اليسار مشي ديريكت هكا، تيبقى يقيديك حتى كتوصلي. الطريقه الثانيه يعني عوض النافيغيشن كيقول لك تبعي الساينز، العلامات. كاينين حنا تبارك الله في بريطانيا المدينه اللي انا فيها عامره بالساينز، سميت الشوارع. تيقول لك مثلا شوفي العلامه وشوفي الشارع اللي غادي للتاون سنتر مثلا، فكتمشي انت بقاي مغاديه عاوتاني تيقول لك قبل ما توصلي كيكون عارف، تيقول لك مثلا شوفي الشارع اللي غادي لهاد العلامه اللي غادي لهاد الشارع مثلا. مده 20 دقيقه انت كتكوني كتقيدي غير دوك العلامات، 20 دقيقه الاخرى هو كيقيديك، هو تيقول لك دوري من هنا دوري من هنا وكذا كذا. صافي. وثاني حاجه خاصكم تردوا للبال الشوارع، السرعه اللي في الشوارع. مثلا حنا كاينين شوارع فيهم 30 مايل بير اور، ما عرفتش شنو هي الكيلومتر بشحال بالكيلومتر، ولكن 30 مايل بير اور. وكاينين شوارع 40 مايل، يعني انت خاصك دائما تسوقي بديك السرعه، دائما ردي بالك فاش كتدخلي الشارع شوفي السرعه اللي محدده لك تماك. او كاينه 20 مايل كتكون في الزناقي والدروبه وداك التخربيق عندنا حنا هنايا. وصافي. وواحد الحاجه اخرى عاوتاني، ملي كتكوني مثلا غاديه كاين مثلا كيكون موتور سايكل ولا ماشي موتور سايكل، مول بيكالا اللي كيسوق بايسيكل. المهم ما عرفت من الاضاءه طفات عندي على غفله عذروا هذا الفيديو قلت لكم كيكون مول بيكالا مثلا سايق على جنبك، فانتيا طومبيلات مثلا وراك والشارع قدامك خاوي، ما غاديش تبقاي انت تابع داك مول بيكالا بشويه اللي تيدوز، نو كديري السينيال وكتعطيه واحد الاتساع بعدا وكدوري بحال مثلا هذا مول بيكالا، كتبقاي غادي انت بحالها وكدوري كتمشي. فهمتي كيفاش؟ انا وقعت لي هذه، كان قدام واحد البيكالا واحد اللحظه بقيت كنترعد وطومبيلات ورايا وصراحه قدامي ما كاين، كانت واحد طومبيله جايه ولكن بعيده، فراسي كيقول لي حيت كنت بقيت في بلاصتي كنت غادي نسقط. هذيك هي اللحظه الوحيده اللي حسيت بها انا راسي صافي مشى لي البيرمي. خدمت عقلي درت السينيال بيكالا هذا هو، درت بحال هكا ومشيت كسرت واحد شويه ورجعت لبلاصتي وتاكدت وشفت في المرايه انه ياك السيد ما يمكن باقي بعيد عليا ومشيت. لانه فريمون ديك اللحظه شفتو هز الكتاب ديالو الغاديه، حيت هما كيكونوا هازين واحد الكتيب معاهم تيبدا اي حاجه درتيها خطا كيبقى يكليكي عليها. واني وايز كاين عندنا عاوتاني واحد الحاجه كل شويه كنتفكر، كاين حاجه اخرى سميتها كاينه سيريوس فولت وكاينه نوت ماينس وانما ياك ماينس اي ثينك. المهم كتكون اخطاء بسيطه واخطاء فادحه. اخطاء فادحه ديك راه كتسقطي من المره الاولى كيف ما قلت لكم. مثلا الضوء الاحمر حرقتيه،
او مثلا كنتي في الرومبا والسيد جاي وانت قطعتي او كلاكسون عليك شي حد، هادو اخطاء فادحه كتخليك تسقطي. كاينين اخطاء ماينرز اللي هي مثلا السرعه، مثلا انت مثلا عندك 30 مشيتي مثلا ب 25 هكا قللتي السرعه، او كيف ما قلت لكم البيكالا مثلا انا ما ضبطتش بقيت وراه، هادو كيتسماو ماينرز. الماينرز عندك الحق في 15 ماينر، الا فتيهم سقطتي. الا اختي انا كانوا عندي ثلاثه الحمد لله، ثلاثه الماينرز اللي درت صافي، ما درت ما عقلت ما درتش من ماينرز ولا شي حاجه اخرى. المهم ثلاثه الاخطاء بسيطه اللي درت الحمد لله. ما كانش عندي السيريز، لانه كما قلت لكم الا كان عندي السيريز غادي نسقط. السيريز ما كانش صفر، ولكن الاخطاء الصغيره ثلاثه اللي درت باقا عاقله. في الرومبا جيت ندور كان واحد السيد جاي، المهم غير داز هو بشويه دزت انا من وراه، المهم هذيك اللحظه بحال حصل لي ارتباك، عطاني ماينرز. المره الثانيه في مول بيكا حتى هو قلت لكم ترددت واحد اللحظه، بقيت شحال واقفه، يعني كان بامكاني ندوز من الاول ولكن انا بقيت شحال حتى في الاخر قررت ومشيت. الثالثه تقريبا حسب السرعه على ما خفت نكذب كانت 40 وانا بقيت ماشيه ب 30. كانت الشارع فيه 40 وانا بقيت ماشيه ب 30 غير واحد شويه ولا شويه وانا ترجع لي الذاكره ونقول اويلي 40 وبقيت غاديه ب 40. صافي حسبوا لي ماينس صافي. المهم درت هذيك الدوره، بدينا من بلاصه الامتحان، رجعنا لبلاصه الامتحان. فاش رجعنا عرفتي قلبي كذا يقول لي كونغراتوليشنز، عرفتي غير قال لي كونغراتوليشنز، قلبي بحال باش نشرح لكم واحد الاحساس بحال خديت الباك. هذاك الامتحان ديال الباك راه بحال هكاك. مازال بيرمي في المغرب انا ما كنتش حاسه ديك الفرحه اللي حسيت بها بحال دابا، يمكن حيت خسرت الفلوس بزاف داكشي علاش. فاش قال لي كونغراتوليشنز عطاني السيرتيفيكيت، قال لي عطيني البروفيشنال لايسنس غادي تبقى عندنا وواحد السيمانه غادي نصيفطوا لك اللايسنس ديال درايفر لايسنس الاصليه، وقال لي تاكدي من العنوان داكشي. قلت لي كلشي هو هذاك، السميه قلت لي كلشي هو هذا. صافي هبط هو، جات المدربه ديالي حيت اني واي راه كنسوق بالطوموبيل ديال المدربه حتى هي كتكرهها من عندها لا بفلوس. فكنت كليت عندها ساعتين باقا عاقله، ساعه قبل الامتحان كانت دوراتني شويه وساعه ديال الامتحان. صافي قال لي صافي عيط المدربه ديالك، عيط ليها شرح ليها قال لها راه مزيان كذا. صافي جات قالت لي مبروك وجاتني صال الدار مسكينه. المهم دابا غادي نرجعوا للخلاصه اللي هو شحال الثمن. انا الامتحان على الوقت اللي دوزت فيه انا كان غير ب 300 درهم ولا 400 درهم. كدوزي الامتحان تيوري، كتخلصي كتحجزي في النهار وكتمشي لذاك النهار كدوزي الامتحان وكتجي تقريبا 45 دقيقه هكاك حتى ساعه. باش كتاخدي البروفيجنال لايسنس كتخلصي واحد 250 درهم تقريبا ولا اكثر، ولا المهم 250 درهم مغربيه. داك اللي كيحرق لك السوايع كما قلت لكم دابا تزادت كانت 250 وانا دوزت في 200. شوفوا فاش كنت مع السيد الاول حرقت معاه 15 ساعه باقا عاقله 250 درهم. من بعد عامين، من بعد فاش ماشي عامين اقل من عامين فاش ولدت هذا دوزت مع السيده ب 300 درهم لمده 15 ساعه. المهم عذروا الكاليتي ديال الفيديو راه ظلم داكشي حيت ستوكاج عندي. فقلت لكم المهم توتال تقريبا 2 مليون ونص اللي خسرت. هذا اللي انا حاسبه نقولوا حنا بالمسطره والقلم. خلي داكشي التافه البسيط داكشي الاخر. عاد كنت خديت طوموبيل في الاول سقتها تقريبا 6 شهور، من بعد حطيتها واحد عام ما قصتهاش، من بعد بعتها حتى خسرت فيها حيت باش شريتها خديتها غاليه وفاش بعتها رخيصه. طوموبيل لا الطوموبيل ثاني خديتها بعد ما خديت البيرمي، فصرت تقريبا 2 مليون ونص اللي خسرت في البيرمي ديالي. هذا الشيء قلت لكم ديال البيرمي ديال حريق السوايع ديال الامتحانات ديال هذا الشيء. وصافي وكنصحكم انكم تشوفوا فيديوهات ديال ناس انجليز كيفاش كيدوزوا لهذا حيت كيعطيكم بزاف الافكار، والله بزاف الافكار خصوصا براكتيكوم. وحظ موفق ونتمنى ما نكونش ثقيله على القلب عليكم.